السلام عليكم. شنو كتعرف على عمر الرداد؟ Un large sourire, Omar Haddad vient de franchir le guichet de la centrale de Muret. Il embrasse son avocat Jacques Vergès. Après 7 ans de détention, Omar Haddad, grâce à cette libération conditionnelle, retrouve le monde extérieur et la foule des journalistes. Comment sont passés ces 7 ans? Très mal passé. في عام 1991 الشرطة الفرنسية غادي يلقاو مرة لاباس عليها مقتولة في الفيلا ديالها، ولكن الأمر اللي غادي يصدم الجميع هو أنهم لقاو كاتبة في الحيط بالدم ديالها: عمر قتلني. عمر كان جار ديني عند ديك السيدة، وكانت العلاقة ديالهم زوينة بزاف، وكانوا كيتعاملوا مع بعضياتهم كأنهم أصدقاء. ولكن هاد الكتابة خلت الشرطة تشك في عمر مباشرة، وهاد الجملة كانت هي الدليل اللي خلى الشرطة الفرنسية تشد عمر ويتحكم عليه بالسجن بدون أي دليل آخر أو شهود في القصة. غادي تقول لي باللي ديك الكتابة اللي في الحيط راها دليل واضح وما كاينش مهرب من الحقيقة أو شك في القضية. لكن من بعد أعوام دازو وعمر رداد في السجن، غادي يتم إعادة التحقيق، وبزاف كيقولوا باللي تم الإعادة ديالو بسبب التدخل ديال الملك الحسن الثاني رحمه الله في القضية مباشرة، وهادشي اللي خلى الأمور تزيد توضح من بعد، بحيث أنهم لقاو باللي الكتابة اللي كاتبة في الحيط بالرغم أنها بالدم ديال تلك السيدة إلا أنها كتحتوي على أخطاء واضحة في الكتابة، مما كيزيد يدخل الشك في الأمر. ومن بعد غادي يتم تكليف لجنة خاصة باش دير تحاليل المكان، وفي الأخير غادي يلقاو باللي عمر ما كانش تما، وباللي ناس آخرين هما اللي كانوا في نفس المكان. وفي الأخير تم التبرئة ديال عمر، والخروج ديالو كان عنوان لتحقيق العدالة. تهلاو.